السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا في الأسنان مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة اللي أكبر منها إن الناس مش عارفة إن دي مشكلة، ألا وهي جير الأسنان. جير الأسنان ده يعني حاجة مش حلوة خالص، بس في ناس كتير قوي مفكرة إن الجير ده طبقة حلوة كده بتحمي السنان وحاجة كويسة بتفيدني وبتنفعني وحافظة السنان بتاعتي والكلام ده. ففي الفيديو ده كده هنتكلم عن جير الأسنان، هنتكلم ازاي بيتكون، وهنتكلم ازاي ان احنا نعالجه، وهنتكلم ايه شويه حاجات لها خاصه بالموضوع برضه يعني. تمام، جميل قوي. بص يا سيدي، عشان اقول لك ازاي الجير بيتكون لازم الاول كده اشرح لك ببساطه شديده التشريحه بتاعه السنه بتبقى عامله ازاي. انا عندي السنه مش بتكون ماسكه في العظم بشكل يعني دايركت كده على طول، يعني السنه مش لازقه في العظم، لا، في فاصل ما بين السنه وما بين العظم اللي هو بتاع الفك ده او الفك ده. تمام، يعني في فاصل كده ما بين العظم وما بين السنه نفسها. طيب حلو قوي. الفاصل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اربطه، وبيتكون اللي هي اللثه اللي هي الجنجفه بتاعتك. تمام، اللي هي اللثه اللي هنا دي، هي دي بيبقى في اربطه جوه بقى كده بتربط السنه، بتوصل ما بين السنه وما بين العظم. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب اللثه مش بتكون لازقه برضو جامد على طول في السن، يعني اللثه مش بتكون لازقه كده في السن على طول، لا. اول 2 مللي او من 1 ل 3 مللي بيكون فاصل كده بسيط، يعني بيكون عامل زي جيت كده، فاهم، ما بين السنه وما بين اللثه بتاعتك. فانا عندي كده اللثه اول 3 مللي فيها بيبقى فيه زي جيب كده، تجويف، فاهمني؟ طب حلو قوي. انا عندي لما ابدا اكل واتعامل واشرب واعيش حياتي بشكل طبيعي جدا، تبدا بواقي الاكل ديت تتجمع في التجويف ده، وتتجمع في الجيوب بتاعت اللثه اللي هي في اول كل 2 مللي من اللثه عندي، سواء فوق او تحت. تمام، حلو قوي. مع الوقت لو انا ما بغسلش اسناني ولو انا ما بهتمش، تبدا بواقي الاكل ديت تعمل طبقه كده ناعمه شويه، وطبقه كده سهل ان انا اشيلها، اللي هي البلاك، اللي هي الطبقه البيضاء اللي انت بتشوفها ديت، اللي هي بتبقى متكونه على اسنانك. دي طبقه اسمها طبقه البلاك. تمام، طبقه البلاك دي لو انت غسلت اسنانك خلاص هتروح، مفيش اي مشكله خالص. ولكن المشكله لو انت ما غسلتش اسنانك ولو انت ما اهتمتش، تبدا الطبقه ديت يترسب فيها معادن زي مثلا الفوسفور والكالسيوم، والمعادن دي مع الوقت بتخلي الطبقه دي تتحول من طبقه سوفت وناعمه لطبقه هارد وصلبه، وهنا يبدا يتكون الجير. المشكله الاعظم، او مش الاعظم يعني في مشاكل اكتر بكتير، المشكله الكبيره عندنا في الاسنان يعني. تمام، فالجير لما بيبدا يتكون مش طبقه بتقعد كده ساكته وخلاص، وادي طبقه اتكونت على السنان وخلاص مفيش مشكله بالنسبه لنا فيها، لا. الطبقه ديت بتبدا، شايف اللثه اللي انا بكلمك عليها ديت، بتبدا بقى الطبقه دي تاكل في اللثه دي واحده واحده، وفجاه بقى تلاقي شكل اسنانك اتحول من مكان ابيض مثلا من الدرجه الثالثه بقى اصفر فجاه كده، وتبدا بقى ريحه الفم ما تبقاش حاجه كويسه خالص. وكمان يبدا الجير ده ياكل في اللثه واحده واحده، يبدا ياكل في العظم، ولما الجير يبدا ياكل في العظم، اهلا بك يا معلم، السنه قربت تتخلع. طب ليه بقى؟ علشان بقى فيه موبيليتي، وفيه السنه بتتلخلخ من مكانها، وطالما السنه بتتلخلخ من مكانها ولو درجه كبيره، خلاص على كده مفيش اي حل للسنه اللي بتتلخلخ غير الخلع. يعني لو في سنه بتتلخلخ من درجه كبيره، يعني سنه لوز خالص، سنه بتتلخلخ بشكل جامد، دي ملهاش اي حل عندنا غير الخلع. لا في حاجه بتثبتها ولا في حاجه بترجعها مكانها ولا اي حاجه، السنه طالما بتتلخلخ خلاص. لكن لو عارف، لو في جدر واحد ثابت في مكانه وماسك نفسه والسنه كلها متكسره من فوق، احنا نقدر نرجع السنه تاني عادي. فانا عندي لو السنه بتتلخلخ انا ماليش فيها حل، حتى لو السنه سليمه كلها، يعني لو السنه كلها سليمه ما فيهاش خدش بس بتتلخلخ من مكانها، خلاص اخلع. طيب لو في بقى السنه مش موجود منها غير حته، غير الجدر بتاع السنه بس، الروت بس، انا اقدر اقومها تاني من مكانها وارجع السنه تاني زي ما كانت، فاهمني؟ بس فشوف الجير بيوصلك لحد فين، فبيعمل لك التهابات في اللثه. كل ما تيجي تغسل سنانك او تاكل حاجه ناشفه ولا حاجه، تلاقي في نزيف كده في اللثه عندك، بيخلي ريحه الفم مش لطيفه، كمان بياكل في اللثه وبياكل في العظم، وبالتالي بيبدا السنان تتلخلخ من مكانها، وبالتالي بيؤدي في الاخر الى خلع الاسنان خالص. فالجير مشكله كبيره، الجير مش حاجه حلوه. المشكله بالنسبه لي ان في ناس متعلمه كانت يعني اتعاملت مع ناس مفكره ان الجير ده حاجه حلوه. يا ابني الجير حاجه مش حلوه، الجير حاجه مؤذيه جدا يعني. فايه الحل بقى؟ دكتور الاسنان.
قولا واحدا، مفيش حل تاني. يعني هو دكتور الاسنان الوحيد اللي يقدر يعالج لك المشكله دي. هتروح عنده بجهاز الالتراسونيك، هيشيل لك الجير ويعمل لك جلسه تنظيف محترمه، وهترجع اسنانك ان شاء الله بشكل طبيعي تاني. طب ايه الفرق ما بين التنظيف والتبييض؟ التبييض ده حاجه جماليه بعيدا عن التنظيف خالص. التنظيف ده حاجه علاجيه. فانا في التنظيف انا بعالج اسناني، انا عندي مشكله في اللثه، وعندي التهابات، وعندي نزيف في اللثه، وعندي ريحه فم مش كويسه، وعندي حاجات متكومه على الاسنان بتاعتي، فانا بروح اعالج الموضوع ده. لكن التبييض ده بقى حاجه جماليه. يعني واحد عريس كده مثلا، ربنا يزوجنا واياكم، يوم فرحه مثلا لون اسنانه مش عاجبه قوي، فحابب مثلا ان هو يظبط الدنيا شويه علشان مثلا فرح ولا حاجه، فيقوم عامل جلسه تبييض، فتطلع اسنانه شكلها ابيض وهكذا. بس التبييض برضو ايه يعني، العمليه مختلفه شويه عن التنظيف، فبقى نتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله. جميل قوي. هل بقى الموضوع مثلا بتاع التنظيف الجير ده مؤذي مثلا او مؤلم او لا خالص، ما فيش اي الم في الموضوع خالص. كمان انت ما بتاخدش بنج، يعني الدكتور ما بيديكش بنج لما بتروح تنظف، لا انت بتروح تقعد يا دوبك كده، بيمسك الجهاز بيمشي كده على الاسنان، بينظف ويشيل، ولو في اي حاجه بيحوشها وخلص. طيب بعد ما بنظف، في ناس ممكن تحس بحساسيه كده لمده اسبوع ولا حاجه. ليه؟ لان كان في حاجات متكومه ومقفله الفراغات اللي ما بين السنان. انا بشيل الحاجات دي، فيبدا بقى مع الهواء مثلا، او مع الاكل او السخن او البارد، الاكل او الشرب السخن او البارد، يبدا مثلا الانسان يحس بايه، زي رعشه برد كده وهي داخله في السنان. دي بتبقى نوع من انواع الحساسيه كده، او درجه بسيطه من درجات الحساسيه ممكن تحس بيها بعد التنظيف. تمام؟ فما فيهاش مشكله خالص. انت يا دوبك بتستمر في ان انت تنظف اسنانك وتغسل اسنانك وتهتم بيها، وبعد حوالي اسبوع الموضوع ده بينتهي تماما، وتبدا تعيش بشكل طبيعي جدا. ولكن يعني احنا نتحمل الموضوع ده احسن من نتحمل الاضرار بتاع الجير اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها. فاهمني؟ بس يا سيدي، ده كده في الغالب مجمل الحاجات اللي لها علاقه بالجير. اتكلمنا ازاي بيتكون، وايه المشاكل اللي بيسببها، وازاي نعالجه ونتعامل معاه، وبس كده. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية جايه ان كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.